ازيكم يا شباب؟ دي سي نزلت عددين من قصة باتمان وسوبرمان في العصور الوسطى. بقالنا كتير قوي ما رجعناش للسلسلة دي ولا بنتكلم فيها ولا بنكملها، لان دي سي للاسف بتنزل عدد كل شهرين. هسيب لكم بلاي ليست للناس اللي مش عارفة القصة عشان تتابع القصة من الاول وخلاص. هانت النهاردة احسن عدد فيهم كلهم، لان اولا هتبدأ الحرب ما بين الممالك اخيرا. تاني حاجة هنعرف مين السبب في الحرب دي، مين اللي عايز الممالك يحاربوا بعض ويقتلوا بعض وهيستفيد ايه بالظبط. بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك، لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا. تعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. ويلا بينا. بنبدا في امازونيا، بنشوف سوبرمان مربوط بحبل اللاسو في عمود، وكونستانتين بيقول النبوءات عمرها ما بتكون اخطر من اننا نعتقد اننا عارفين الحقيقه. لما بنعتقد ان احنا عارفين العدو الخاص بينا. بنسمع صوت بيقول لكالال: امير كالال، انا عارفه انك سامعني. وبنشوف بنت بتظهر قدامه وبتفك قيوده وبتكمل: ما تعملش صوت لحد ما نخرج من هنا، انت محتاج تخرجنا من هنا بسرعه. سوبرمان بيشيلها وبيخرج بسرعه من القلعه وبيسالها باستغراب: انت مين؟ البنت بترد عليه: انا بشتغل عند باتمان، اسمي كاساندرا. سوبرمان: انتي روبن؟ البنت: ايوه، انا قضيت وقت طويل قوي وسط الامازونيات وعرفت انهم بيطالبوا بالسلام زيك بالظبط. ارجوك وقف الحرب دي يا كالال. وبتديه حبل اللاسو. سوبرمان بيشكرها وبينطلق للسماء. كونستانتين بيكمل: على قد سرعة ابن كريبتون، الاحداث المؤسفة اللي حصلت النهاردة كانت اسرع. بنرجع لارض المعركة وبنشوف الاميرة ديانا بتصيح: امي، في ذهول ورعب من هول المنظر، وبتبص لجثه امها اللي اتقسمت نصين. انيسا بتقول بصدمه وهي بتبص لجثه الملكه: لارا، انت وحش. الملكه لارا بتقول في حزم وصرامه وهي بتبص على جثه الملكه هيبوليتا: انت جلبت جنودك وجيوشك هنا، اذا انها الحرب واحنا هنمحيكم. كونستانتين لسه بيكمل سرد في القصه. المعركة سميت بمعركة الندم. الملكة لارا بتطير للسما. كالال بيقابلها فوق وبيقول لها بفزع: ايه اللي حصل هنا؟ امه الملكة مش بترد عليه. كالال بيستنفذ صبره: جاوبيني يا امي. الملكة لارا بتقرب منه وبتضربه ضربة بتطيح بيه على الارض بمنتهى القوة. الاميرة جينيفر بتصيح في ديانا اللي الدموع ملت عينيها: انا اسفة، انتي الملكة دلوقتي، ايه هي اوامرك؟ كالال بيقول برعب بعد ما شاف جثة الملكة: ديانا، انا مش عارف ايه اللي حصل هنا، بس ارجوك اسمعيني. ديانا ما بتسمعش له وبتصيح وبتقول: امازونيانز هجوم. ديانا خلاص الغضب عميها، ما بقتش شايفها قدامها. قوتها تضاعفت بعد ما شاهدت موت امها. بنشوف ديانا بتوجه كل قوتها لكالال، بتضربه ضربه قويه بتدفعه كالصاروخ محطما الغابه اللي بيسقط فيها. الجنرال وولس هنا بتصيح: الامير سقط، جنود مملكه آل الى المعركه. القوات بتتقدم ووسطهم الفرد والجنرال بتصيح يدافعوا عن المملكه. انيسا بتخبط رجلها بالارض، بتشق الارض من تحت اقدام جنود مملكه آل. الجنود بيقعوا من خيولهم، صفوفهم بتختل، الفوضى بتنتشر في كل مكان، الكل بيصرخ ومحدش عارف يمسك زمام المعركة. هنا بنشوف الجوكر طاير في السماء وبيتفرج على المعركة، والخاتم بيقول له: اقتلهم، ما بقاش مهم، اقتلهم كلهم. بينقض الجوكر على الامازونيات وهو بيضحك بأعلى صوته. الاميرة جينيفر بتشوفه والكهرباء بتتسلل في جسمها وهي بتصرخ: الرجل الاخضر، وبتوجه صاعقة كهربية اتجاهه. كونستانتين بيكمل سرد: في اليوم ده كلنا كنا خسرانين، 3 ممالك كانوا على وشك انهم يدمروا بعض. بتستمر المعركة الطاحنة. جنود مملكة آل بيجمعوا شتات انفسهم وبيستعدوا للهجوم، والجنرال وولس بتصيح في جنودها: استعدوا. جنود مملكة العواصف والامازونيات بيندفعوا عليهم بكامل قوتهم استعدادا للقتال الاخير. وهنا بتحصل المفاجأة: نار عظيمة بتظهر في الهواء وبتنتشر في ارض القتال لتمنع الجانبين من الالتحام. واخيرا بعد طول انتظار بيظهر القائد، الملك الحقيقي باتمان. بيظهر على ظهر تنين اخضر كبير وبيصيح في الجيوش: اوقفوا هذا الجنون. باتمان بينط من على ظهر التنين وبينزل بقوة في وسط النيران بجانب كالال. كالال بيبصله بابتسامة: بروس، من الجيد رؤيتك. بروس على عكس المتوقع بيوجه سيفه ناحية كالال وبيقول في غضب: لقد حاولت قتلي يا أخي. كالال بيبصله في تعجب: عن ماذا تتحدث يا أخي؟ لوا سليم بتتجه نحو قسطنطين الجالس أمام العربة المحطمة وبتصيح: قسطنطين، بص حواليك، مفيش حاجة بتحصل ليها تفسير عقلي. الراجل الاخضر انقلب علينا، امراء قال في بينهم خلاف، انت تلاعبت بالناس لسنين، اكيد بتقدر تلاحظ لما بيكون في حد بيتلاعب بيك. قسطنطين بيحط ايده على راسه في حيرة وبيقول: انا فعلا حاسس ان في حد بيتلاعب بيا. الملكة لارا قتلت هيبوليتا،
دي مش حاجة طبيعية، ليه لارا ممكن تعمل كده؟ معروف عنها دايما انها بتنبذ الحرب وبتدعو للسلام. بننتقل لزنازين قال وبنشوف الملكة لارا بتتوجه لزنزانة بداخلها قرش ضخم. القرش بيبص لها بابتسامة ساخرا. الملكة باركتنا بحضورها، بتعملي ايه هنا يا عزيزتي؟ لارا بتبص له بهدوء. انا ببساطة بخلص شعبي من التهديدات. وفجأة وسط دهشة الجميع بتطلق ليزر من عينيها داخل الزنزانة لتقتل القرش بلا اي رحمة. جرين ارو بيشهد اللي حصل، بيدرك ان دوره جاي، بيقول في فزع لديانا صوبي في هذا الاتجاه. بالفعل ديانا بتصرخ بأعلى صوتها، بتدمر الجدار بالكامل لتدفع الملكة خارج الزنزانة. يمكن ده يشتري لهم شوية وقت. بنشوف الزنزانة اللي محبوس فيها اوليفر كوين بتتدمر قضبانها وبيقدر يخرج منها، بيشق طريقه هو وديانا لغاية ما بيوصلوا اخيرا لارض المعركة. المعركة مستمرة، مئات من الجنود بيلاقوا حتفهم والفوضى بتعم المكان. اوليفر وديانا بيقرروا بسرعة انهم ينزلوا يتخفوا وسط الجنود، ولكن للأسف فات الأوان على ده. الملكة بتلاحظهم، بتطير وراهم بأقصى سرعتها وعلى وشها علامات الغضب صارخة. انت معاكي قوة أعظم من إني أسمح لك تعيشي، انت تهديد على شعبي. ولكن فجأة قبل ما بتوصل لهم شعاع من الليزر بينطلق نحوها ليقذفها بالأرض بقوة وسط الجنود. بيحصل المستحيل، بتظهر الملكة لارا واقفة قدام نسختها الساقطة على الأرض، بتبص لها في حزم وبتسألها انت مين؟ بنشوف الخاتم بيؤمر الجوكر انه يهرب بسرعة. ألفريد وباتمان جنب بعض. ألفريد بيصيح في الجنود النار، استخدموا النار. باتمان في تعجب، ماذا؟ جرين ارو بيتحرك بسرعة وبدون تردد وبيولع السهم في الكروس بو بتاعه. بيضرب السهم بتصويب دقيق في صدر الملكة لارا المزيفة، وده بيجبرها تظهر على حقيقتها. النار بتنهش في لحمها وهي بتصرخ في ألم. شيطان أبيض بيولع أمام أعين الجميع، ولكنه بيتمالك نفسه بصعوبة وبيطير بأقصى سرعة للسماء. قسطنطين بيستكمل كلامه، عدونا الحقيقي هيكون احنا، صوتهم هيكون شبهنا، بس هم في أصلهم مش من نفس جنسنا، هم شياطين. كال قال وزالا بينطلقوا ورا الشيطان الابيض. زالا بتطلق شعاعها على الشيطان ولكنه بيختفي بسرعه قبل ما الاشعه تصيبه. بتقف هي وكال في تعجب، بيقولوا اين ذهب؟ بنرجع للارض الباتمان والفرد اللي بيحط ايده على جبهته في احباط، اكنه بيعاتب نفسه وبيقول انا اسف انا اسف، انا ما كنتش اعرف انهم هنا. بروس في حيره. الفرد انت بتتكلم على ايه؟ الفرد انت عارف اني اخر ناجي من حرب يا بروس. بنشوف ألفرد بيتحول للون الأخضر للون المان هانتر وبيظهر حقيقته وبيكمل الحرب دي ما كانتش في العالم ده. قسطنطين بيسرد 3 ملوك ماتوا، 3 جيوش غاضبة، الأصدقاء اللي ماتوا معتقدين إنهم بيحاربوا الهدف أسمى. كلنا أدركنا في نفس الوقت إن إحنا اتخدعنا وإننا بدأنا حرب لكل الأسباب الخاطئة، وكل الغضب ده كان موجه لشخص واحد. بنشوف ديانا بتوجه سيفها لألفرد وبتقول انت ألفرد انا ما كنتش اعرف. بروس بيدافع عن ألفرد وبيقول انتظري لو سمحتي. ديانا بغضب انت هتدافع عن الوحش ده؟ بروس مش كل حاجة مختلفة تبقى وحش. ديانا بتصيح بغضب اتحرك. تنين باتمان وعلى عكس المتوقع بيظهر امام ديانا في تحدي مصرحا، ايتها الامازونية لا تجبريني على التدخل. باتمان قالك انتظري. كالال بيتدخل وبيدي الاميرة ديانا حبل الحقيقة. ديانا بتقول بتعجب انت ازاي معاك الحبل ده؟ كالال ده بتاعك استخدميه. الاميرة بتربط ألفرد بالحبل وبتقول ايها المخلوق هل في نيتك انك تضرنا؟ ألفرد انا مش عايز اضر الامازونيات او مملكة العواصف او اي حد في العالم ده. وبيقسم بالولاء لكالال وامه واخته، وبيكمل وبيقول انه ما يقدرش ما يحبش بروس لانه ابنه. وبنشوف بروس بتترسم على وشه علامات التعجب والصدمة. قسطنطين بيقطع وبيقول انا اقترح اننا نعيد تقييم الموقف. ديانا بتصيح بتقترح؟ بص لاقتراحاتك وصلتنا لايه، شوف النبوءة اللعينة بتاعتك وصلتنا لفين. وبتشاور على ميدان المعركة المليء بالجثث والدمار. قسطنطين بيقول لنفسه ملكة الامازونيات صح، انا ما اقدرش اهرب من حقيقة اني كنت السبب في قيام الحرب دي. انيسا بتتدخل وبتقول وهي بتدافع عن قسطنطين احنا كنا بياضك في لعبة اكبر وقسطنطين زيه زينا. بعديها بتوقف دفاعها لما بتشوف جيكوب بينادي على اخته، وانيسا وجينيفر بيبصوا له في تعجب وبدون تصديق. جينيفر بتجري عليه وبتحضنه وبتقول له احنا شفنا جثتك ودفناك. انيسا بتستوعب الموقف وبتبص لقسطنطين في غضب وبتقول له انت عملت ايه يا قسطنطين؟ الملكة لارا بتقاطعهم كلهم وبتقول يا ملكات
احنا عندنا امور اكبر نناقشها، بس الاول لازم نهتم بجراحنا وندفن الموتى. جنودكم مرحب بيهم هنا في المدينة عشان ياكلوا ويتعالجوا، وانا بدعوكم عشان نناقش في امر اعدائنا الحقيقيين. بننتقل لقاعة الاستجواب، بنشوف الملكات الثلاثة كل واحدة على عرش والفضائي مربوط امامهم. ديانا بتقول قول اسمك الحقيقي. بنشوف هارلي كوين بتدخل من الباب وبتعتذر على المقاطعة. لارا بتبصلها في غضب، مش وقته يا هارلي. كوين بترد بسخرية، ده نفس اللي انا قلته لها والله، بس للاسف مش هترضى، لازم تحضر معاكم اللقاء. وهنا بتدخل بويزن ايفي القاعة بمنتهى الغرور وسط الملكات، وبتقعد وسطهم قائلة بصوت متعجرف، انا فهمت ان الكوكب فيه خطر، الغابة بتتحرك معايا، ولو العالم ده معرض للخطر محتاج يكون ليها ممثل في الغرفة دي. بويزن ايفي بتكمل، قول لنا انت مين. ألفرد الفضائي بيبدأ يحكي قصته. موطني كان جميل جدا، مكان جميل انك تكبر فيه، انك تبني فيه عائلة، بس احنا كنا شعب مقسمين ابيض واخضر. بعيدا عن اختلافاتنا احترمنا بعضنا وعشنا في تناغم، بس كان في واحد من البيض اسمه بروتكس ما كانش مؤمن بالتناغم بينا، لكن في مجتمع عايش بالتخاطر الذهني الفكرة بتطير اسرع من اي شيء. بنشوف بروتكس بيخطف في البيض وبيحرض على الخضر، قدر بالفعل يشحنهم بالغضب والكراهية وحاولوا يستعبدوا الخضر عشان يخدموهم، بس احنا ما كناش خدم، ما كناش هنرضى بالذل والعبودية. حرب اهلية بدأت. الخضر ما كانوش محاربين شرسين زي البيض، بس كانوا مفكرين عظماء. في نفس الوقت اللي البيض كانوا بيقاتلونا فيه، احنا ابتكرنا سلاح من النار بيحمل قوة تدمير وخراب عظيمة. وبنشوف كرة مشتعلة بالاصفر، قنبلة نووية. بنشوف الكرة بتنفجر في السماء وكل اللي تحتيها بيتبادوا، بيتحولوا لرماد. الكوكب بتاعنا اتدمر، ما بقاش في حاجة باقية تستحق الحرب عليها. ولكن للأسف رغم دمار كوكبنا بأكمله، بروتكس ما اتعص، كراهيته لينا ازدادت. كمل وحارب، قرر ان احنا لازم يتعمل فينا ابادة طالما مش هيقدروا يروضونا زي الماشية. اخدنا ملجأ تحت الارض لشهور، ابنائنا عاشوا في الضلمة. بنشوف مجموعة من الخضر بيدخلوا المخبأ، وواحدة منهم بتنادي على جوردن ابن ألفرد. جوردن بيصيح في فرح، امي، بيجري على امه بسرعة عشان يحضنها. ابوه بيشوفه بيتصدم وبيصرخ في فزع، لا امك رحلت يا جوردن، دي مش امك. هنا بروتكس بيتحول للونه الابيض الاصلي امام اعين جوردن المصدوم. ابتسامته كانت شيطانيه، وحش كاسر غير مروض، هدفه الوحيد الفوضى والدمار. بيطلق ليزر على جوردن بدون ذره شفقه ليسقط بين احضان ابيه لافظا انفاسه الاخيره. بعدها بتبدا المذبحه، بيتناوب هو وجنوده على قتل كل الخضر المختبئين في المكان وسط دموع اطفالهم وزوجاتهم. المذبحه كانت طويله، لم يرحموا احد. اخر شعبنا تمت إبادته من على وجه الخليقة. بنشوف ألفرد ماسك ابنه وهو بيحتضر وبيكمل، أنا كنت قادر أسمع أفكار ابني وهو بيموت، سمعته وهو بيترجى إني أساعده. أبي ساعدني. الأب بيقول في كسرة وقلة حيلة، أنا آسف، مفيش حاجة أقدر أعملها. كان نفسي أطمنه، كان نفسي أكذب، بس للأسف هو كمان كان قادر على قراية أفكاري. أنا دفنت ابني في تراب جنتنا السابقة، هجرت عالمي الجميل اللي تحول دلوقتي لصحراء حمراء. بنرجع للقاعة وبيكمل، قال وين عرفوا حقيقتي، بس الملك والملكة أمروني إني أخليها سر. ديانا بتقول باستغراب، ليه؟ إنيسا، بسبب نبوءة قسطنطين. النبوءة بتقول إن الفضائيين هيجتاحوا الأرض، وكان في إشارة لرجل أخضر. ألفرد، نعم. بويزن ايفي، في كام واحد من البيض نجوا. ألفرد، الحرب كانت مميتة، بس تقريبا حوالي 20 واحد بس نجوا مع بروتكس، هو اللي هيكون بيقودهم. هو عايز كوكبكم، عايز يستعبده زي ما حاول معانا. إنيسا بتقول بحزن، هو حاول يقتل أي حد عنده قوة كافية إنها توقفه، حاول يبيد أهل كريبتون، الأمازونيات والمتحكمين بالطقس، وهو كان قريب من إنه ينجح. الملكة لارا بتقول الغزاة حاولوا يفرقونا عن طريق الخداع والموت، بس يا ملكات لو اتحدنا كده هنكون عملنا عكس اللي بروتكس عايزه. ممالكنا ممكن تتحد كما لم نفعل من قبل. ديانا بترد بحزم، انا عارفة مين المسؤول عن ألمنا، انا عارفة مين اللي يستحق غضبي، وانا اللي هلاقي بروتكس. بننتقل للجوكر المستخبي فوق شجرة في مكان ما، وبيقول للخاتم ماذا بعد؟ الخاتم، دلوقتي العالم ده هيموت، العصر ده هينتهي وهيبدأ واحد جديد، بس انت مش محتاج تقلق من اللي جاي بعد كده، انت مش هتكون جزء منه. الجوكر بيبص للخاتم في تعجب وبيرد، انا مش فاهم. الخاتم، احنا مش هنقدر نعتمد ان قوة كبيرة زي دي تكون في ايد شخص بيعتقد انه بيكلم خاتم والخاتم بيكلمه. وهنا فجأة بيظهر بروتكس من العدم خلف
الجوكر وبيقطع ايده في قسوة شديدة ضاحكا وهو بيفصلها عن جسمه وبيرميه كالحثالة من على الشجرة ليلاقي حتفه كالحشرة المسكينة. بيظهر باقي أتباعه بجانبه وهو لابس الخاتم وبيبص على الجوكر ساخرا: انت كنت مجرد أداة يا لوثر. عينه بتلمع بالشر وبيكمل: ولكن للأسف وقتك انتهى. وبينتهي الجزء ده من القصه على كده يا اخوانا. اتمنى يكون عجبكم. قول لي انت رايك في الكومنتات يا معلم، وكالعاده ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا. تعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. وبيس.